هي امتى الست بتنسحب من العلاقة وامتى بتقرر فعلا الانفصال؟ لما تبقى العلاقة اللي هي فيها بتألمها اكتر ما بتسعدها، تحس انها بتهاتي معاه في العلاقة، ولما تلاقي نفسها دايما مطالبة بالإصلاح كأنها هي لوحدها مسؤولة عن العلاقة، توضح وتصالح وتصلح وتطبطب وتعتذر وتتأسف كتير قوي. كمان لما تلاقي نفسها مش متشافة، منسية، وإن محدش سامعها، ولو حد سمعها ما بيبقاش فعلا حاسس بيها. ده وأقل من كده كمان بيحسسها إن قيمتها قليلة. ممكن تتحمل ده لفترة لكن هيجي عليها وقت وتقف. طب إيه؟ هو أنا حياتي كده خلاص؟ ده دايما سؤال بيتردد في ذهنها. تبدأ تنسحب بقى إمتى من العلاقة؟ لما تلاقي إن العلاقة لا تستحق، مش مستاهلة. يعني لما تشوف إنها من غيره هي أحسن، غير الأول بقى اللي هي كانت شايفة إن حياتها من غيره لا تعاش، نتيجة بقى الخوف من الفقد وغيره، وده طبعا بيبقى تحرك. كمان لما تحس نفسها في العلاقة إنها بقت نسخة أسوأ من نفسها، ما بقتش أحسن. أكتر حاجة بتخليها ممكن تنفصل لما يكون ألم الصبر على وضعها أكبر من ألم الخسارة، فبتختار الخسارة. لا، هي مش بتنسحب فجأة، هي بتمر بعدة مراحل. يعني بتقاوم في الأول، بتتحمل، بتصبر، بتحاول تغير من نفسها، بتحاول تغير منه هو شخصيا، بتسأل غيرها، بتشوف تجارب الآخرين. ولما المحاولات دي كلها طبعا مش بتجيب نتيجة، بيحصل لها بقى نوع من الإحباط والديسابوينتمنت، إن خلاص إن مفيش حاجة هتتغير وإن كل حاجة هتفضل زي ما هي. فبتبدأ طبعا تفكر في الانسحاب. بيبان عليها لما تلاقيها دايما كده ساكتة. السكوت ده نوع من الانسحاب، ان خلاص مفيش في ايديها حاجة فبتسكت. بعد كده بنشوف انفصالها بقى العاطفي. هي بتنفصل عاطفيا من الشخص اللي معاها، تلاقيها بقى بتفكر في نفسها اكتر ما بتفكر في العلاقة، بتفكر في مستقبلها، هي هتعمل ايه. تبدأ تحس انها مرتاحة في البعد اكتر ما مرتاحة في القرب. تبدأ تريح نفسها من حمل تقيل كده على قلبها، حتى لو في واجبات بتبقى واجبات شكلية، يعني بقى بكش كده، فاهم؟ مش حاجات حقيقية، مش حاجات معمولة بقلب أو معمولة بحب. بعد كده بيجي الانفصال النهائي، وبتبقى واخدة القرار وبتفاجئك بيه. بتلاقي الست واخدة القرار والمسألة عندها منتهية وما فيهاش رجوع، لأن في مراحل كتير قوي عدت عليك أنت ما خدتش بالك منها وما اهتمتش لما كنت بتمر بيها. فهي بالفعل هي واخدة القرار بالتدريج، وده بيبقى قرار نهائي ناتج نابع من العقل ونابع من العاطفة ونابع من السؤال ونابع من التجارب ونابع من كل حاجة. هو ما بيبقاش نتيجة انفعال لحظي كده، زي ما بيبقى عند الرجالة لحظة انفعال فبياخد القرار. لا، ده ما بيبقاش وليد اللحظة، ده بيبقى عدى على مراحل كتيرة جدا انت ما خدتش بالك منها وما اهتمتش.